السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. تعالوا نعمل لبن مكثف محلى، أرخص بكتير من اللي بنشتريه من بره جاهز، وكمان سهل وبسيط، مش هيكمل 3 دقايق علشان نعمله، ونفس الطعم ونفس القوام. احنا نقدر نتحكم في القوام زي ما احنا عاوزين، والطريقة بسيطة جدا. الماتيريال اللي قدامكم دي لسه ما دخلتش التلاجة، فمش متخيلين لما يدخل التلاجة او يكون في جو بارد شوية هيكون قوامه اتقل بكتير. المقادير كمان بسيطة وسهلة خالص. في الخلاط هنحط كوباية من اللبن البودرة. ده 8 كيلو من اللبن البودرة. التمن بيعمل اكتر من كوباية، هاخد منها كوباية واحدة بس، وهيتبقى مثلا معلقتين او حاجة زي كده مش هنحتاجهم. كوباية اللبن البودرة هنحط عليها كوباية سكر بودرة، وممكن نقلل شوية نخليها 3/4 كوباية سكر بودرة. أهم حاجة يكون السكر مضروب كويس، مطحون كويس، لأنه مش هيلحق يطحن في الخلاط. احنا هنحط كل المكونات مع بعض في الخلاط، يا دوب هيتعملوا ميكس وهيتقلوا في ثانية، وهيبقى عندنا لبن مكثف محلى في أقل من 3 دقايق. كوباية يعني كوباية إلا حاجة بسيطة كده من السكر البودرة، وحسب القوام اللي انتوا عايزينه من تلت لنص كوباية من المية المغلية. لو انتوا عايزين القوام يبقى ناعم شوية او اقل شوية، يعني مش سميك قوي، حطوا نص كوباية. عايزين القوام بتاعه تقيل شوية، حسب الوصفة بقى اللي بتستخدموها، حطوا الايه التلت كوباية. وهنحط معلقتين من الزبدة او معلقتين من السمنة، او يعني اي حاجة كده تدي قوام اكتر ولمعة كده، اللي بنشوفها دايما في اللبن المكثف. الطعم بيرفكت، نفس الطعم الجاهز بالظبط. ضربناهم في الخلاط، بيتضربوا بسهولة جدا. اهم حاجة المية تكون سخنة بتغلي، وبس كده. ده قوامه من غير ما يدخل تلاجة. تخيلوا بقى لو دخل تلاجة شوية هيبقى قوامه عامل ازاي. الطعم حلو جدا، والطريقة سهلة وبسيطة وما فيهاش اي تعقيدات. وطبعا اللبن البودر السايب بيدينا نفس النتيجة ونفس الطعم وكل حاجة يعني، وبأرخص كمان. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات. لو عجبكم الفيديو متنسوش تضغطوا لايك، ولو أول مرة بتشوفوا القناة فمتنسوش أبدا تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم إشعارات لما ينزل فيديو جديد. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. باي باي.